عودة لضيفي الكريم أستاذ أمجد زاهر، وتساؤل عن أزمة صناعة الفن في مصر. هل لدينا أزمة في صناعة الفن في مصر أستاذ أمجد؟ هو الأزمة موجودة من زمان، بس احنا عاوزين نحدد هل أزمة في أنه محتوى المسلسلات ولا السينما ولا المسرح. مم. وبالذات اللي احنا الأزمة كبرت قوي بعد ما احنا دلوقتي كورونا، مم. جائحة كورونا واللي حصل بسببها، والأعمال اللي توقفت، والأعمال اللي لسه بتتصور، والأعمال دي كلها اللي اتذاعت. ولكن لو احنا خدنا جزء من الأزمة مثلا في المسلسلات، أنا شايف في الوقت ده، لا أنا مش شايف فيه أزمة بمعنى أزمة صناعة. ممكن عندي أزمة صناعة سيناريو جيد، دي أزمة، ودي اللي احنا شفناها بشكل جيد دلوقتي في المسلسلات. يعني أستاذ أحمد عبد الصبور ذكر مجموعة من المسلسلات الجيدة. ليه جيدة؟ لأنه في أول حاجة موجودة وهو السيناريو الجيد. سيناريو جيد صنع مسلسل جيد. فلو بالبديل لو قلنا مسلسلات تانية ما تشافتش بشكل كويس، وأسبابها إن هي ما تشافتش بشكل كويس لعدم وجود سيناريو جيد، مش موجود ده المحتوى، يبقى دي ضعف، يبقى ده عندنا أزمة صناعة سيناريو، ده موجود بشكل مكثف وكبير جدا. تاني حاجة احنا عندنا لا الشكل اختلف عن زمان. دلوقتي تواجد المنصات بشكل كبير بقى يحقق مشاهدات بشكل كبير جدا. فالصناعة موجودة، صناعة المسلسلات موجودة بشكل متواجد طول السنة. يعني لو خلصنا دلوقتي ما قبل موسم رمضان، لا كان في مسلسلات موجودة على منصات معينة بدون ذكر أسماء، موجودة بشكل، والشباب برضو بيتفرج عليها، ومحتوى بيتقدم للجهة أو الفئة دي للشباب معين، السن معين، فبقى يتحدد، بقى يتحدد التارجت. دلوقتي أنا مستهدف مين؟ أنا مستهدف مثلا فئة من 18 سنة ل 35 سنة أنا كمنصة، فأنا أصنع مسلسل كمنصة، أنتج المسلسل ده للفئة دي. فالمسألة تطورت جدا وبقت مختلفة. ده بالنسبة للمسلسلات. أما السينما دلوقتي بسبب كورونا إن إحنا في مشكلة معينة، في أفلام معينة موجودة في السوق معلبة ومش قادرة تنزل إنتاج. يعني إحنا كنا منتظرين مثلا أفلام لأحمد السقا، أحمد عز، كل الكواكب النجوم دي المفروض كانوا ينزلوا بعد العيد، في افلام العيد مش موجوده. نزل لنا رامز، نزل لنا فنانه دينا الشربيني بفيلم ديدو، كريم فهمي، احمد دردام، كل الناس دي اللي نزلت افلام ضعيفه متوسط. مسرح بدون برضو ذكر اسماء، اين المسرح الان؟ النصوص أيضا، والنصوص عندنا نصوص. يعني احنا لو جينا اتكلمنا عن بعض العروض اللي كانت بشكل مكثف بتتعرض لفترة ما معينة من بعد الثورة، وبدون ذكر أسماء برضه، كانت صح متشبعة بالكوميديا المعينة المستهدفة للشباب والأطفال، كانوا يحبوها ومستمرة العروض دي. طيب احنا وصلنا لمرحلة دلوقتي ايه اللي موجود؟ هل نلجأ للمسرح المصور وينزل للمنصات الناس تشوفها؟ طب يعني ايه؟ طب انا كمشاهد ازاي انا مسرح؟ لا انا بقعد على كورس، قاطع تيكت، فبتفرج بخش في حدوتة معينة، بتعايش مع الممثلين على خشبة المسرح. ده برضو ما بقاش موجود. اذا تعددت الازمات وزادت عليها جائحة كورونا.